بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات في قناة أم لينا، الوصفات الاقتصادية. البنات اللي دخلوا عندنا جدد، فضلا وليس أمرا منكم حبيبات قلبي، ديروا لنا اشتراك، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. البنات اليوم جبت لكم وصفة تاع البيتزا بالسميد ماشي بالفارينة. كنا درناها من قبل، هاهي منيا، هاهي بالسميد ماشي بالفارينة. راح نوريكم من التحت، تشوفوا من التحت كيف تجي خفيفة هشيشة وشابة. هذه هي البنات. نفوتوا للوصفة والمقادير مباشرة. شو عندنا اليوم هنايا في البيتزا تاعنا اللي رايحين نديروها بالسميد؟ كنت ديجا من قبل جربتها معاكم بالفارينة، مي اليوم رايحين نديروها بالسميد. شوفوا انا عندي هذا الكاس هنايا، ماهوش تاع 220 مليلتر، هذا يرفد اكثر من 220 مليلتر. رايحه ندير به. عندي اول حاجه كاس تاع سميد، وعندي كاس تاع ماء دافي. كاس تاع ماء دافي. اش عندي هنايا؟ مغرف تاع خميره تاع الخبز، ومغرف تاع سكر. من بعد واش عندي؟ رايحه نضربهم بالميكسر. نضربهم بالميكسر حتى يولي عندي خليط ليس باه نرجع لكم. انا نضربهم بالميكسر ومن بعد نرجع لكم. شوفوا هنايا انا بعد ما هنا ضربتها بالميكسر 2 دقائق. نسيت بان نقول لكم السميد اللي درناه سميد متوسط، يعني انت هنا لازم ديري سميد متوسط. هنا نبلع البرا الميكسر تاعي ونغطيها بصاشي ونخليها حتى تخمر وتتفاعل معايا ونرجع لكم. انا هنا رجعت لكم بعد ما خمر الخليط تاعها. شوفوا كيف راه متفاعل معانا. واش راح نديرو؟ نجيبو انفولي، من بعد شنو نزيدو له؟ اول حاجه نديروها قرصه تاع الملح، من بعد ندير ربع كاس تاع زيت، ندير حبه تاع بيض، ندير معاه هنايا عندي مغرف تاع لحظه، ندير وحده خميره كيميائيه. نخلط كاع هادو المكونات. نسيت ما درتش، عندي مغرف تاع خل تاع ماكله. تشوفوا هذه هي. نحرك المكونات تاعي مليح. نشوفوا كيف تخمر معانا. تقريبا صاي. دوك نبدا نزيد في الفرينه تدريجيا. هنا بعد ما حركنا الخليط تاعنا خلاص، انا نقلع الفوي وننفضها. بعد شنو ندير؟ نبدا نزيد في الفرينه تدريجيا. بصح هنا رايحه ندخل يدي. دوك الفرينه هنا ما نقدرش نقول لكم شحال، لخاطرش كل وحده والفرينه تاعها. كاين اللي الفرينه تشرب بالخف، كاين اللي الفرينه تاعها لا. شوفوا تكون معانا الجبنه طريه. مازالت ناقصه معايا، نزيد لها شويه. مازالت ناقصه معايا. شوف بسكويت تلصق ليه، مازال تيتلصق. نزيدها المغرف. خير ماما هاتي نعطي بنتي بيدير بيتزا. اللي بيدير بيتزا تسمعوا لينا قالت لكم اللي باغي ندير بيتزا اليوم. هذه هي خلاص. انا هنا العجينه تاعي تقريبا هنايا هادو الزياده حتى تلمت معايا العجينه. هاي تلمت معايا، نغطيها بصاشي ونخليها تخمر. شوفوا انا هنايا هاي خمرت العجينه تاعي. شوفوا راح نقسمها على 2. وعندنا السنيوه تاعي راح نديرها بيتزا كاري. السنيوه تاعي هنا درت لها شويه تاع زيت ودهنتها ورشيتها عفوا بالسميد والرطب. هذه هي.
شوفوا انا هنايا كما قلت لكم العجينه راح نقسمها على زوج. هذه عندي الاولى نشكلها عباره على كره، من بعد نحلها في الحلال. انا كما قلت لكم هنايا نحلها في الحلال كامل ونحطها في السنيوه تاعها. شوفوا انا هاني بعد ما حليتها هنايا ودرتها في السنيوه تاعها براني حنعمرها ضرب. نحن ندير لها لاصوص طوماط كنت صنعتها عندي جاهزه من قبل. رايحين نديروا فيها كما قلت لكم هنايا الطوماطيش تاعنا. انا واش درت لها؟ درت طوماطيش قطعتها براج درت لها شويه تاع ثوم وشويه تاع بصل شويه تاع فلفل كحل، خليتها حتى طابت مليح ومن بعد من تالي درت لها شويه تاع زيت ميكسيتها الملح. وهذه هي انا نصنعها ونخدم بها دائما. غادي ندسها تقعد لي حتى للعام. من بعد هنا واش عندي شويه تاع سكالوب. انا هنايا كنت قليته في الزيت، درت له شويه تاع ملح ودرت له شويه تاع فلفل كحل. هذه هي. من بعد واش عندي شويه تاع طرشي هنايا كنت غسلتها وقطعتها الى شرائح صغار. كمل كاع نديرها. من بعد عندي شويه تاع فرماج شيدر. انا دائما نخدم نوعيه نابولي عالي الذوبان. هذه هي. ومن بعد شنو حندير كما قلت لكم. ومن بعد شنو حندير فيها؟ عندي فرماج تاع البيدون. انا دائما نستعمل هذا النوعيه. هذا حندير فيها نقلع بالمغرف، ندير يعني هكا بطريقه عشوائيه ماشي شرط يعني هذا ما يترباش يجي طري ويذوب يجي شباب فيها. كمل كاع كي نكمل فيها ونرجع لكم. هذه هي البيتزا تاعنا. ها هي هنا راهي واجده. انا هنا بعد ما درت لها فرماج طري سبيدو هذاك تاع البيدون اللي كنت وريته لكم، ندخلها للكوشه تاعي. انا نطيبها من التحت. انا عندي درك نتوما كل وحده والكوشه تاعها. كاين اللي عندها الفور تاعها سخون، عفوا كاين اللي عندها الكوشه تاعها سخونه بزاف ولا الفور تاعها سخون بزاف. انا نشعلها دائما من التحت نقولها النار ومن الفوق نقص لها نار قليله. هذه هي ندخلوها للفرن ونعاود نرجع لها. شوفوا ها هنا البيتزا تاعنا. شوفوا كيف خرجت لنا. شوفوا جات الله يبارك. من تالي درت لها شويه تاع مايونيز وزدت درت عليها من الفوق شويه تاع معدنوس كديكور فقط. شوفوا والله غير جاتنا روعه خفيفه تاع السميد تجي شابه تاع الفرينه. هذه هي البنات، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم كما العاده البنات. نقولكم الى اللقاء في فيديو اخر وفي وصفه اخرى ان شاء الله.